بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ طلبت على الفيسبوك عندي ناس لوظيفة فرونت اند. بعيدا بقى عن الدخول في التفاصيل الخاصة بالوظيفة، انا طلبت من الناس انها تبعت لي السي في الخاص بيهم. فكان بعض الناس اللي بعت لي لينك للجيت هاب، وناس بعتالي لينك للدرايف، وناس بعتالي ملف مضغوط، وشوية حاجات كده كارثية بالمعنى. فحبيت ان انا اصور لك الفيديو ده علشان اتكلم فيه عن بعض النقط الغلط اللي حضرتك بتعملها وانت بتبعت سي في، وهنتكلم عن السي في، وهصور لك فيديو واتنين وهعرفك ازاي تعمل سي في محترم لاي شركه سواء في مصر او بره مصر. سي في هيمشي معاك لاي شركه، سواء هنا لوكال هنا في محليا هنا او انترناشونال. طيب، انا طلبت على الفيسبوك حد ليه وظيفه فرونت اند ديفلوبر، سواء بقى شخص فيو رياكت انجولار ايا كان، تمام. وطلبت ان الناس تبعت لي السي في، وكان الناس بتبعت لي كالاتي. الناس دخلت لي على الفيسبوك لقيتهم كلهم نصا ال 20 ولا 30 واحد اللي اول ما نزلت البوست بعتوا لي لينك للدرايف. طيب يا جماعه، لينك الدرايف ده انا اعمل بيه ايه؟ لقيت ان الشباب حاطين ملف السي في بتاعهم ورافعينه على الدرايف، وبيحطوا لينك لحضرتك علشان تخش لملف البي دي اف ده اللي هو السي في. فلقيت ان الناس كلها عامله لي كده. والكارثه الكبرى ان الناس حاطه ملفات مضغوطه. يعني حضرتك حطيت فايل وفيه ملف البي دي اف، وضغطت لي الفايل ده ورحت رفعت على الدرايف. طيب، انا ما اعرفش بقى اذا كنت انت بتعمل كده لاي شركه او لاي حد بيطلب وظيفه، او ان انت بتحط اللينك بتاعك او اللينك الخاص بالسي في وانت بتبعت لاي شركه بتحط لهم لينك الدرايف كده. فده كارثه بمعنى المقاييس. ما حدش من الهيومن ريسورسز، من التيم اللي شغال في الاتش ار، تمام، هيرد عليك، واول ما يشوف الكلام ده هيعمل لك ريجكتد. لسبب، انا كواحد اتش ار، تمام، لما يجي الوظيفه، لما بتيجي تنطلب في الشركه بيجي لك مدير الشركه بيقول لك انا محتاج واحد فرونت اند، تمام. وبيكلم الاتش ار بقى، بيروح لمكتب الاتش ار بتاعه بيقول له انا محتاج واحد فرونت اند يكون شغال مثلا رياكت، يكون مثلا خبره سنتين، يكون اشتغل على مشاريع 1 2 3، يكون السكيلز بتاعته 1 2 3، يكون تعليم جامعي ومخلص بكالوريوس. ممكن يقول له انا عايزه جامعه خاصه مش عايزه جامعه حكوميه. والكلام ده احنا بنتكلم فيه اللي هو يعني ايه، بتاع الجامعه الخاصه مش هيعمل مشاكل، وبتاع الجامعه الحكوميه ممكن يعمل له مشاكل او كده. في بعض المديرين في الشركات بتفكر بالاسلوب ده والطريقه دي. طيب، المهم ان المدير ده بيكلم مين؟ بيكلم الاتش ار ويقول له انا عايز واحد موظف بالسكيلز دي والمهارات دي. فيقوم الاتش ار عامل اعلان، تمام، يعمل اعلان على مواقع التوظيف زي موقع وظف، لينكد ان، انديد، جلاس دور، اي موقع بقى من المواقع بتاعتي اللي هي الوظائف اللي احنا عارفينها دي على الانترنت. طيب، هو ممكن يكون بيستغل الدايره بتاعته، دايره المعارف، وينزل بوست على الفيسبوك زي ما صديقي مدير الشركه، تمام، الخاصه بشركه المنصوره اللي انا كلمتكم عليها دي ونزلت البوست، تمام، رفع بوست. فانا مشكورا يعني انا بشكر نفسي اهو، تمام. انا عملت ايه؟ قلت له انا هاخد لك البوست ده، تمام، هاخده عندي، واي سي في هيجي لي هبعته لك دايركت على طول، وانت بقى ايه، شوف من السيفيهات اعمل لها فلتر وشوف مين اللي هيناسبك وكده. لقيت 99.9 من 10 من الناس اللي بعتين لي السي في الخاص بعتينه لينك جوجل درايف، بعتين لي ملفات مضغوطه، بعتين لي ملف بي دي اف بدون حاجه اسمها كفر ليتر، بعتين لي الكلام ده. طيب، نفترض ان انا اتش ار، انا دلوقتي الاتش ار وجالي 100 سي في. هو المفروض دلوقتي ان ال 100 سي في جاي لي على جوجل درايف، المفروض مني ان انا ادخل على اللينك بتاع جوجل درايف، وان انا اعمل داونلود للفايل بتاع حضرتك، وان انا افتحه، تمام، واشوف السكيلز بتاعتك وافلترها، واشوفك مناسب معايا ولا مش مناسب، ولو مناسب احطك في الشورت ليست، ولو مش مناسب اقوم اعمل لك ريجكتد. يعني متخيل انا هاخد وقت قد ايه عشان اعمل سي في واحد؟ ولو جالي 100 بقى، بقوم اول ما بلاقي ان في ملف مضغوط او في لينك عشان يودينا على السي في بقوم عامل لك ريجكتد بالسلامه، في غيرك. تمام، انا بقول لك في 100 سي في، انت لو عملت سي في كده مش هيتفتح، هتاخد ريجكتد على طول، تمام. فانت حاول ان حضرتك تعمل ايه. هقول لك انا بقى تعمل ايه. كذلك لسه بقى قبل ما نخش في النقطه الثانيه هكلمك دلوقتي في حته برضو الناس اللي بتبعت ملف مضغوط. حضرتك لما تعمل لي ملف مضغوط والمفروض ان انا اخش ادون الملف وبعدين افك الضغط بتاعك،
تمام، وبعدين اخد الفايل وافتحه واعمل فلتر للداتا اللي مكتوبه فيه واشوف هي مناسبه معايا ولا مش مناسبه. يعني بالله انا كواحد اتش ار هقعد قد ايه لما اعمل الحل اللي انت بتقوله ده؟ خد بالك ان الاتش ار ما بيقراش السي في بتاعك، هو بيفتحه كده. انت اول ما بتبعت على مواقع التوظيف بيقوم فاتح كليك على الفايل وفتحه في تاب جديده، يقرا كده في 6 ثواني كده كذا 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 كذا. هو عاوز بعض الحاجات اللي هو بيدور عليها، هو عايز حد شغال رياكت، فهيقرا السي في بسرعه 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 علشان يوصل لكلمه رياكت. خدها تمام، يقوم حطك فين؟ حطك في الشورت ليست. طب هو عايز واحد فرونت اند خبره 3 سنين، يقرا في السي في انت اشتغلت كام سنه، فلقاك مثلا سنتين يقوم عامل لك ريجكتد على طول، ما بيكملش. تمام، فبيقوم عامل ايه؟ يشوف عدد السنين، طب لقاها 3 يقوم حطك في الشورت ليست وبعدين يبدا يفلتر تاني. خد بالك ان هي بتعدي على اكتر من مرحله. تمام، يعني لو اتبعت 200 ولا 300 ولا 400 سي في مش كلهم هيتحطوا في الشورت ليست، هو بيعمل فلتر. طب وصلوا ال 200 سي في يقوم عامل فلتر تاني ويشوف مين الادق ومين الانسب. تمام، نفترض انت شغال بقالك 3 سنين وانا شغال بقالي 4، وانت نفس السكيلز وانا نفس السكيلز. طب انت اشتغلت على مشاريع كبيره وانا اشتغلت على مشاريع صغيره، هياخد مين فينا؟ تمام، هو بيبدا يعمل فلتر مره واثنين وثلاثه. فانت متخيل ان هو هيعمل فلتر وان هو هيخش على على جوجل درايف ويحمل الملف بتاعك ويقراه ويعمل له فلتر وكل الكلام ده هياخد وقت منه قد ايه؟ فطبيعي انت لما بتصعب الامور انت ما بتصعبهاش عليه هو، لان هو عنده كتير قوي من السيفيهات، عنده كتير قوي. لكن انت اللي محتاج الشغل، انت اللي محتاج، فلازم تتبع الخطوات الصحيحه علشان تقدر توصل للوظيفه. ما ينفعش ان انت تبعت لي ملف مضغوط، ما ينفعش ان انت تبعت لي ملف بي دي اف بدون كفر ليتر، ما ينفعش ان انت تبعت لي لينك جوجل درايف، الكلام ده ما فيش منه. طيب يا هندسه انت قلت لنا دلوقتي نبعت السي في، طيب ازاي ويعني ايه كفر ليتر؟ طيب لما انا عملت البوست ده، تمام، انت ممكن تسال بقى يا هندسه ابعت السي في على ايه؟ ممكن الايميل بتاعك. تمام، ساعتها انا هقرر، انا واحد مش شغال اتش ار، ده انا واحد بساعدك، ساعتها هقول لك ابعته لي على الواتساب، لان انا مش اتش ار، انا هبعت للاتش ار اللي هو شغال في الشركه. تمام، طيب نفترض ان انا الاتش ار وانا نزلت بوست، تبعت لي ازاي؟ هتطلب مني الايميل او هتطلب مني طريقه ارسال الايميل السي في بتاعي ابعته لك عليها يا باشمهندس. فانا هقول لك ابعته لي على الايميل، والايميل اهو ابعت على 1 2 3، ابعت على محمد الرافعي @gmail.com. تمام، فخلاص انا قلت لك الايميل اهو. طيب انت لما تيجي تبعت لي الايميل هتبعت لي ملف بي دي اف، ما تروحش تبعت لي ملف وورد، لان ملفات الوورد طالما هي مفتوحه اوبن سورس ممكن نقدر نعدل فيها، فما ينفعش الكلام ده، المفروض ان الملف بتاعك يكون بي دي اف. طيب خد بالك بقى في الملاحظات اهو، ملف البي دي اف اللي حضرتك هتعمله ما تجيش تكتب لي ريزيوم دوت سي في دوت بي دي اف. ايه ريزيوم دوت سي في؟ الملف ده لما يقع قدامي واعمل له داونلود عندي على الجهاز ده بيعبر عن مين؟ طب انا لما اجي اتصل هضطر ان انا افتح الملف تاني علشان اجيب اسم حضرتك واحطك في الشورت ليست. المفروض ان ملف البي دي اف، تمام، تكتبه باسمك، يعني اسمك الحكومي مش اسم الشهرة. يعني انا مش اسمي في الحكومه محمد الرافعي، انا اسمي محمد عبد الحفيظ، السي في بتاعي محمد عبد الحفيظ سي في. شوف انا بقول لك ايه، وشكرا على كده. يبقى انا دلوقتي لما انت بتبعت لي الملف يبقى انا هاخد اسمك من بره، مش هضطر ان انا ادخل على الفايل. ليه؟ انا فتحت الفايل ولقيتك شخص كويس قوي وحطيتك في الشورت ليست. تمام، هكتب السي في ده باسم مين؟ انا بقى هخش اجيب الاسم واقوم عامل السي في بتاعك رينيم، تمام، واحطك في الشورت ليست عشان لما اجي اتصل بيك اقول لك ايوه ازيك يا محمد عامل ايه؟ طب الكلام ده مش هيتم برضه. فالمفروض ان حضرتك وانت بتعمل الملف بتاعك تكتبه باسمك علشان الشخص الاتش ار. والله يا جماعه الكلام ده تم قدامي والكلام ده اتشرح لي قبل كده، يعني انا بقى لي 6 سنين في المجال ولا 7 سنين، الكلام ده انا وقعت فيه وغيري وقع فيه وكلام من ده. فانا طالع انصحك واقول لك ايه اللي انت تعمله صح وايه اللي انت تعمله غلط. حضرتك لما تيجي تبعت السي في بتاعك اطلب الايميل. طيب الملف السي في بتاعك تكتبه باسمك، تمام، محمد الرافعي مثلا، لو انت اسمك مثلا في الحكومه نفس الاسم اللي جوه، تمام، دوت سي في او السي في. تمام، طيب بعد كده الملف وانت بتبعت الايميل ما ينفعش ان انت تقوم باعت لي رساله. هقول لك على حاجه، نفترض انا طالب منك خدمه، تمام، هخش اقول لك بقول لك ايه، ما تعمل لي 1 2 3. مفيش الكلام ده، في مقدمه، لازم يكون في يعني انترودكشن، يعني بص بمهد لك الطريق. يعني شفت انت اللي هو ايه، لو واحد صاحبك جاي بيكلمك فانت بتقول له ها هات من الاخر. تمام، انا عارف ان انت دلوقتي المقدمه دي وراها حاجه. هو بالظبط كده، انت لازم تقول للشخص الاتش ار المقدمه، لان هو مش هيجي له ايميل واحد،
هو هيجيله في اليوم مئات الايميلات برضه، من الشغل، من عمليات التوظيف، من المرتبات، من الاجازات، من كل الكلام ده، من الشغل الخاص بتاعه، من المدير بتاعه، كل الكلام ده. فالمفروض ان يكون في حاجه اسمها كفر ليتر. يعني ايه كفر ليتر؟ هتقول له هلو مستر كذا، تمام، انا كذا كذا كذا، وانا بقدم السيره الذاتيه بتاعتي، تمام، وانا بطمع في ان انا اقابلك فيس تو فيس. كلام طبعا الرساله دي انجليزي، وهشرحها لك في فيديو جاي، واعرفك ازاي تعمل كفر ليتر مظبوط، وازاي ان انت تعمل سي في محترم، تمام، في الفيديوهات اللي جايه باذن الله. طيب هتقول له وانا طمعان ان انا اقابلك، تمام، فيس تو فيس، عشان نناقش السي في ده سوا، تمام، وانا بقدم على بوزيشن مثلا، ونفترض فرونت اند، والخبره بتاعتي اوفر 2 ييرز مثلا. يبقى انت كده مهدت له الطريق. هو لما يفتح الايميل هيلاقي الفايل بتاعك، تمام، محمد الرافعي دوت سي في، والايميل من فوق العنوان بتاعه ان انت فرونت اند. وخد بالك ان انت في السبجكت لازم تكتب عنوان ان انت بتقدم على بوزيشن فرونت اند بوزيشن. يبقى هو الايميل هيجي له بالعنوان، هيجي له فيه كفر ليتر محترم ان انت عاوز تكلمه، وان انت عايز تناقش المهارات اللي عندك في السي في. فهيعرف ان انت شخص واثق من نفسك، وعاوز تاخد ميعاد، وعاوز تاخد ميعاد للانترفيو علشان تتكلم في السي في ده. فيعرف ان انت شخص مش اول مره تشتغل او مش خايف، فهيدي لك من وقته، فيقوم حاطك في الشورت ليست. شفت الكفر ليتر مهم قد ايه؟ طيب، طب وبعد كده نفترض لو مفيش ايميل يا هندسه، اطلب موقع الشركه. لو انت حد طلب وظيفه، قول له طب موقع الشركه ايه يا هندسه؟ اقول له موقع الشركه اهو، هقدم من على موقع الشركه. لو موقع الشركه فيه امكانيه ان حضرتك تبعت السي في بتاعك، طب مفيش امكانيه، اطلب الايميل. يبقى انت عندك حل من الاثنين. ولازم الايميل بتاعك يبقى باسمك، ولازم الايميل بتاعك يكون مصحوب بكفر ليتر، تمام. وبلاش ان انت تحط لي لينك جوجل درايف، بلاش ان انت تبعت لي. في ناس كانت بتبعت لي الجيت هاب بتاعها عشان اخش اشوف البورتفوليو بتاعهم. يعني انت متخيل ان الاتش ار فاهم تكنيكال؟ الاتش ار مش فاهم تكنيكال. الاتش ار عايزك من بره كده بس ايه، شويه خطوات، لا ان انت شخص كويس، يقوم بعتك للتكنيكال تيم، يقوم هم يعملوا معاك التكنيكال ايه، انترفيو. هو عاوز بس من بره كده يعرف ان انت شغال رياكت، وان انت خبرتك كذا، وان انت خريج كذا، ومعاك بكالوريوس كذا، وشكرا. هو بيدور على الحاجات اللي انطلبت منه. المدير بتاعه، مدير الشركه، طلب منه ان هو يجيب له مهندس بالمواصفات دي. فهو السي في هو بطاقتك الشخصيه، هو اللي بيتكلم عنك. فلازم يكون فيه التفاصيل دي مكتوبه باحترافيه. والكلام ده هشرحه لك باذن الله زي ما انا قلت لك. فانت لازم تكتب، ويعني تكتب كل حاجه بسهوله. انت لما تبعت لي دلوقتي الجيت هاب، انا عملت ايه؟ انا استفدت بيه ايه؟ انا اتش ار، سيبك مني ان انا محمد الرافع وان انا اللي هعينك، انا مش هعينك، انا وسيط فقط لا غير. طب الاتش ار ما بيفهمش تكنيكال، ده هيبعتك للتكنيكال تيم، هم اللي عملوا معاك الانترفيو. فانت رحت تبعت لي الجيت هاب، الكلام ده غلط، تمام. رحت تبعت لي انت عامل موقع بورتفوليو، وقمت باعته لي وقلت لي ده فيه كل حاجه عني. طب وانا مالي؟ انا اعمل ايه بيه؟ فاحنا بنرجع نقول ان مفيش شغل، ونرجع نقول ان الشركات ما بتردش علينا، ونرجع نقول ان احنا قدمنا على 30,000 وظيفه ومفيش حد بعت لنا اي حاجه، ونرجع نقول ان احنا بعتنا ايميلات، تمام، والايميلات ما بتردش عليها. تمام، ليه؟ علشان الاخطاء اللي حضرتك بتعملها وانت مش عاوز تدور على الصح. المفروض ان انا كنت بغلط، فكنت بقى اعمل سيرش ازاي ابعت سي في محترم. والله العظيم ثلاثه كنت بسال الناس في الاتش ار، اقول لهم خد بالك ان المعلومات اللي انا بقولها لك دي اقسم بالله من الاتش ار اللي شغالين نفسهم، مش مني انا. كنت ابعت مثلا لحد من اصدقائي اللي شغالين في شركات اتش ار، بقول له السي في بيتعمل ازاي، لان انا كنت ما ببعتش هنا في مصر، كنت ببعت للشركات اللي بره مصر، اللي هي الناشونال والانترناشونال. تمام، السي في في ناس بتعمل السي في بتاعها ان هو يحط صوره ويحط بيانات ويرسم فورمه، واللون هنا اخضر وهنا احمر وهنا ازرق، ويقسم كده. الكلام ده ما فيش. تمام، هو هنا في مصر عادي هيمشوها عادي، لكن انت لو عايز تشتغل في شركه كبيره لازم السي في بتاعك يكون محترم. انا ليا صديق هو اللي بعت لي السي في، تمام، بعت لي سي في شخص كان شغال في جوجل، اقسم بالله ملف وورد عادي خالص، اسمه، ايميلاته، لينكد ان بتاعه، نبذه عنه، الاديوكيشن، الورك اكسبيرينس، السكيلز والبروجكتس، وشكرا. وخلي بالك ان ملف البي دي اف ما تروحش تعمل لي 3 4 صفحات، انا مش هقراهم كلهم. حاول تجيب الخلاصه وتحطهم لي في صفحه واحده بس، صفحه واحده بس، هي دي كل حاجه عنك. بس لازم أن تحطهم طبعا باحترافيه، ما تروحش تزنق لي وتبوظ لي الشكل وتخلي الشكل مش يعني يوجع عيني وكلام من ده. فده ملخص كده بسيط عن الاخطاء اللي انت بتعملها وانت لسه بتبعت السي في بتاعك. الفيديو اللي جاي باذن الله تعالى انا هعمل لك فيديو عباره عن جزء او جزئين على حسب وقت الفيديو بقى وقتها،
تمام، هعرفك فيه ازاي ان انت تعمل سي في، وازاي ان انت تكتبه، وايه الحاجات اللي لازم تكتبها في السي في بتاعك. فاتمنى، انا مش عايز اطول عليك اكتر من كده، تمام. فاتمنى ان الفيديو يكون سهل ويعجبكم ان شاء الله رب العالمين، تقدروا تستفادوا منه باي حاجه. ما تنسوش تشتركوا في القناه، والسلام عليكم.